الأهلي يغادر كأس العالم متزيلا لمجموعته. الأهلي بيتعادل مع بورتو 4-4، يخسر من بالميراس 2-0، يتعادل مع انتر ميامي 0-0، يتعادل مع بورتو 4-4. الأهلي يتزيل مجموعته. الأهلي حصلت المجموعة. أيوة يا سيدي والله دي حصلة اهي، حصلت الأهلي فيها 6 أهداف، 2 من بالميراس و4 من بورتو. حصلت الاهلي يا باشا. الاهلي حصاله فيها 6 اهداف، 6 اهداف. عارف يعني ايه؟ صرفوا 3 مليار جنيه عشان الاهلي يبقى حصلت المجموعه. حصاله، ايوه يا باشا حصاله. صرفوا 3 مليار جنيه وسرقوا لاعيبه وصفقات عشان الاهلي يكون حصاله للمجموعه، ومحدش هيتكلم. اتعادلوا مع انتر ميامي 0-0، اتغلبوا من بالميراس 2-0، اتعادلوا مع بورتو 4-4، والاهلي يتزيل المجموعه ويغادر كاس العالم حصاله. ايوه يا باشا الاهلي بيغادر كاس العالم حصاله. دي حصلت الاهلي، دي حصلت الاهلي. جابوا صفقات، زيزو 500 مليون جنيه، جابوا تريزيجيه 500 مليون جنيه، محمد علي بن رمضان 7 مليون دولار، ادوا شرط جزائي الكولر 3.5 مليون دولار. المدرب الجديد ده كان بياخد في اورلاندو بايرتس 35 الف دولار، جابوه ب 135 الف عشان في الاخر الاهلي يطلع حصاله. كل دي فلوس بتترمى على الارض. علي معلول كان بياخد اخر موسم ليه مليون دولار ما لعبش. رضا سليم 2 مليون، احمد قندوسي 2 مليون دولار، محمد الضوي كريستو مليون و300 الف دولار، برونو سافيو البرازيلي خد مليون و500 الف دولار، اليو بادجي 2 مليون دولار، ده غير 700 الف مرتبه. ميكيسوني خد مليون دولار، سيمبا التنزاني خد مليون دولار وهو كان بياخد 500 الف وما عملش حاجه. يوسف ايمن خد كام؟ اشرف داري، بن شرقي، امام عاشور، كهربا. كل دي صفقات ومليارات وملايين الدولارات اترمت على الارض، وهذا غيض من فيض. يعني يا باشا مش دي كل الصفقات، ده هذا غيض من فيض. كل الصفقات دي 3 مليار جنيه عشان يبقوا حصاله ويتزايلوا مجموعه كاس العالم، ويطلع الاعلام المضلل يقول لك ايه؟ شرفتونا ورفعتوا راسنا، على اساس عبط احنا بقى، عبط احنا هنصدق ان هما ما هماش حصلت المجموعه ومتزيلين المجموعه. الاعلام اللي عايز يحول الباطل لحق ويفهمنا انهم شرفونا ورفعوا راسنا وان هما مش حصلت المجموعه. واخد بالك يا باشا؟ الاعلام ده عبط احنا بقى، مش هنصدق ان هم حصلت المجموعه. صرفوا كل المليارات دي 3 مليار جنيه عشان يبقوا حصلت المجموعه. ده غير ان رابطه الانديه سرقت لهم الدوري من بيراميدز وادته لهم عشان ترفع روحهم المعنويه. ده غير الحكام اللي ماتشاتهم كلها بتتحسم عن طريق الحكام مش عن طريق الصفقات. انت بتعمل صفقات بمليارات ليه؟ الحكام اثرت معاك ايه؟ ده غير اتحاد الكوره اللي غير اللوائح والظروف، عمل لهم ظروف قهريه مخصوص ونهلهم الموسم قبل ما ينتهي عشان يقدروا يسجلوا زيزو. هل يا باشا حد هيحاكم الاهلي والخطيب ومجلس ادارته ان الواد الارهابي اللي اسمه احمد عبد الباسط اللي قاعد في امريكا يطلع اتوبيس النادي الاهلي ويتصور مع لعيبه الاهلي؟ احمد عبد الباسط اللي خطط لاغتيالات قيادات عسكريه وعليه حكم بالاعدام، راجع صفحه المتحدث العسكري في 2015. وانت تعرف الارهابي ده اللي هو معيد في كليه العلوم واتفصل وخد حق اللجوء السياسي لامريكا يطلع يتصور مع لعيبه الاهلي؟ حد هيحاسب الخطيب؟ ده غير الاعلام، ده غير مراهيم اللي ملبس لبس الحساله يا مراهيم، يا مراهيم لبس الحساله تيشيرت الاهلي يا مراهيم. مع الاهلي مفيش حياد، لازم ان الحساله تلبس تيشيرت الاهلي يا مراهيم. وقناه اورو سبورت يا باشا بعتها بعثه اعلاميه، الفريق الوحيد في كاس العالم اللي قناه بعتاله طاقم مذيعين ومعدين ومخرجين يغطوه وهم مش واخدين حقوق بس المباريات. ليه؟ عشان يا باشا ده الاهلي، ما حدش يقدر يقول للغوله عينك حمراء يا باشا. ده الاهلي لازم نحوله من مهزوم لمنتصر، لازم نحول كونه حصل لمجموعته لشرف مصر، على اساس ان احنا عبط احنا بقى. هذا يا باشا ما حدث في كاس العالم. 1-2 حصله ثانكيو، 1-2 حصله ثانكيو. الحصاله تغادر كاس العالم للانديه. بالميراس بالميراس بالميراس، بورتو بورتو بورتو، مطار القاهره، على مطار القاهره وارجع يا باشا.
انت عارف الحكام ما بتأثرش ولا رابطة الأندية ولا اتحاد الكورة. اتكشفت في أول اختبار حقيقي ليك، اتكشفت وطلعت حصالة للمجموعة. صباح الفل. احنا النهارده بدري وصاحيين بدري عشان نتابع الأهلي، واخد بالك انت؟ كل مولتو كل مولتو وانسى اللي حصل من بورتو كده. بورتو يا قمر.